ده شيء بيرضيك، آمن وقلت نصيب بتبكي ليه يا غريب مرة أخرى مع الشاعر سمير جلال. أنا بشكر أستاذ محمد، هو بس يعني أنا كنت في مرة ثانية وهيجي بس عليها ذكرى بتاعت سيدي زهران. الشهداء كلهم بصراحة كانوا بيصفح جدا لما كانوا بيوصلهم، ولكن يا سيدي كانت فعلا شيء مختلف. يعني تحس فيها بروح الثورة، تسقط عليها الثورة، تحس إن هي مصر، تحس إن هي حبيبتك، تحس أي حاجة كده، كل حاجة بتحسها فيها فعلا. أول دلوقتي قصيدة اسمها سلفان، إهداء إلى أيقونة 25 يونيو سنة زمان. فعليك نور ملفوف سلفان بتشع منه جميع ألوان، مش قادر أعرف وأنت كمان من فينا لوحة ومين فنان. فعليك نور ملفوف سلفان، ألواني تابت فلواني، ومكاني بدلني مكاني. يا هل ترى زماني زمانك ولا احنا ما اخترناش عنوان؟ فعليك نور ملفوف سلفان. تاهت ملامحك والصورة في عيون حزينة ومكسورة، طايرة في فضاكي ومقصورة، وعيون بتستنى الأحزان. فعينيك نور ملفوف سلفان. لونك مقارب على لوني، سايح معفر هميوني، شايل توتر في سكوني، بس المهم حقيقتي تبان. فعينيك نور ملفوف سلفان. طيفك بيسرح مع طيفي والجو محروم وخريفي، خايف افوق من تخاريفي الاقيني انس في صورة جان. فعينيك نور ملفوف سلفان. صوتك بيرسم فوق صوتي، الحان بتغزل في سكوتي، ونغم بيستقبل موتي، وكأني قلبي لا عاش ولا كان. فعينيك نور ملفوف سلفان. كفك تكفك في كفوفي، وقتلني خوفك من خوفي، من نور عيونك كان شوفي، ولقيتني رغم الخوف انسان. فعينيك نور ملفوف سلفان.